هذه الجبة التقليدية هي أشهر لباس ترتديه المرأة في مدينة قسنطينة. يتميز بطابعه الملكي كونه يعود إلى الحضارة الأندلسية في القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد. يطلق عليه القسنطينيون تسمية القندورة، فهو يصنع من قماش القطيفة ويطرز بخيوط ذهبية تسمى الفتلة على أيدي حرفيين متخصصين يتقنون هذا الفن بالتوارث. كل امرأة في مدينة قسنطينة ترتدي القندورة ترى نفسها أميرة. كون هذا الزي التقليدي لا يزال يحتفظ بطابعه الملكي منذ عهد الفتوحات الإسلامية. العروسة القسنطينية لازمها تخرج قندورة قطيفة في عرسها، تخلي العروسة تحس روحها سلطانة في نهار عرسها. تمر خياطة القندورة عبر 3 مراحل، فهي تبدأ بالبرشم وهي رسم الأشكال الهندسية على القماش مثل الغزال والورود والحدائق التي طبعت البيئة الأندلسية، وتنتهي بالخيزرة والفتلة وهي اللمسة الفنية التي يضفيها الحرفي على القندورة. هذاك الإنسان بعد هذاك البي هذاك الداي هذاك المسؤول الكبير نتاع الأتراك في الجزائر هو الأول يدير ورشة في القصر نتاعو نتاع اللي يستخدم له الطروز، تطرز له الخفاطن، تطرز له القناضر، تطرز له الشيء اللي يحب لمن باش يعين البيات، باش يعين بي ثاني يعطيه قفطان. ترتدي المرأة في مدينة قسنطينة لباس القندورة في الأعراس والمناسبات العائلية المميزة فقط، ويتراوح سعرها بين $2000 إلى ما فوق $8000 حينما تكون مرصعة بالمجوهرات النفيسة كالزمرد والألماس والياقوت. وهذه الميزات الجمالية هي التي جعلت القندورة ذات قيمة معنوية وتراثية كبيرة عند أهل قسنطينة. رفيق بخوش، MBC، مدينة قسنطينة، شرقي الجزائر.